ازاي تحبي ابنك وتتقبليه زي ما هو. الأخطاء اللي بيقع فيها الآباء إن إحنا بنربي ولادنا لصالحنا إحنا، زي ما إحنا عايزين، بدماغنا إحنا. لازم تطلع الأول، لو ما طلعتش الأول هزعل منك. عندنا ثقافة أو فكر إن أنا أقبل ابني زي ما هو. أبقى متضايقة شوية لو ابني كان خجول أو كان حساس شوية أو خاف من حاجة أو زعل من حاجة. لو قعدتي من هنا لبكرة تدي تحفيز لابنك وتشجعيه مش هيفرق معاه. ليه؟ لأنك انتي من الأول مش قابلة ابنك بعيوبه بكل حاجة فيه. حاولي تخرجي عن المألوف شوية وعن الإطار اللي انتي رسماه لابنك. اسأليه انت شايف نفسك ازاي؟ طب انت شايف الناس ازاي وهم شايفينك ازاي؟ اسألي الأسئلة دي بتفتح ذهن العيل وبتخلي فيه مجال للكلام والحوار ما بينك وبينه. ولو في أي مشكلة بالنسبة له هو بيطلعها، بتبقى كويسة قوي في إن هو ما يحبسش أي حاجة سلبية عن نفسه جواه. تشوفي العيوب مميزات. انت مش بطيء، انت بس بتاخد وقت شوية عشان تعمل الحاجة. انت مش شقي، بالعكس انت مليان طاقة وحيوية. انت مش حساس، انت بس بتحاول تسمع لمشاعرك وتعرف تعبر عنها. انت مش عنيد، انت بس عندك قدرة ان انت تقود اللي حواليك. غيري في المسميات بتاعة الاسماء اللي احنا تعودنا على ان احنا نسمعها بطريقة ونشوفها بطريقة وحشة. تقبليه كله كما هو، سيبك من تفكير المجتمع، سيبك من كل آراء اللي حواليكي وانتقاداتهم. لكم على حاجة، الطفل فطرة ربنا اللي خلقه عليها أحسن فطرة. إحنا اللي كبرنا حصل لنا تشوهات على مدار السنين من الظروف ومن التربية اللي حوالينا ومن كل اللي حوالينا. لكن الطفل ده حاجة كده فطرة ربنا، فحاولي تحافظي على كل صفة موجودة فيه. ما تنتقديش وما تشوهيش وما تغيريش. تقبلي كل صفة موجودة زي ما هي. بالعكس إحنا الكبار بنتعلم من الصغيرين، بنحاول إن إحنا نرجع للفطرة دي. إحنا ما بنغيرش صفات الطفل، لكن إحنا بنقبله زي ما هو وبنغير بس في السلوك، بنحاول نقومه نعدله نظبطه. دايما أكيد على ابنك هو شايف نفسه إيه وعايز يبقى إيه، وإنتي في ظهره وبتساعديه وبتسنديه.